السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض أكلة سريعة بسرعة كده، وكمان موفرة جدا للوقت وموفرة لكل حاجة. طبعا دي من أقل الحاجات اللي ممكن نعملها في الفترة الحالية عشان خاطر غلاء الأسعار وكده. أنا بوريكم هنا الكيس اللي مكتوب عليه السعر، ده الرز البسمتي. الرز البسمتي ده بقى سعره دلوقتي الكيلو عامل 70 جنيه، وفي أنواع بتتباع ب60 جنيه، وفي ب65 جنيه. أنا بجيب اللي هو حبايته صفرة ده، لأن الرز البسمتي أنواع، في حبة البيضة والحبة الصفرة. الأحسن اللي هو الحبة الصفرة، دي بتبقى احسن، وكمان بترمي معاكي كمية حلوة جدا وبيبقى طعمها حلو. تعالوا مع بعض نعمل شوية رز بسمتي كده بالفراخ، او اللي هو المندي بالفراخ. مندي بالفراخ من الحاجات اللي ممكن نعملها ما تاخدش وقت ولا مجهود، وكمان موفرة طبعا يعني هي الى حد ما ممكن تكون موفرة ماديا شوية، يعني عشان احنا مش هنعمل حاجات كتير جنبها. هي يعتبر أكلة واحدة بتضم نوعين صنفين، يعني ممكن ناكلهم مع بعض، اللي هو الرز وكمان الفراخ. طبعا الفراخ بأي كمية فراخ ممكن تعمليها، وهيبقى طبق جميل جدا جدا، موفر للوقت ومش هياخد منك وقفة كبيرة في المطبخ. وكمان موفر كمان يعني اللي هو مش هتحتاجي ان انتي تعملي اطباق كتيرة وتوسخي حلل وحاجات كتيرة وصواني وكده. احنا هنعمله بأبسط الامكانيات وبأقل حاجة عندك ممكن تعمليها. مش لازم يكون عندك حاجات معينة عشان خاطر نعمل الصنف ده، او نقول مثلا الصينية او المندي ده محتاج حاجة معينة، مثلا صينية مثلا بالسلك بتاعها والكلام ده. انا عندي هستخدم ابسط الحاجات. عندي صينية عادية، وهجيب عليها السلك من اللي هو كان عندي قبل كده بتاع بوتاجاز قديم، لقيته موجود عندي فخليته عشان بستخدمه في الحاجات دي. تعالوا كده نعرف احنا حطينا ايه في الاول. حطينا في الاول في صينية على النار، حطينا فيها معلقة سمنة واحدة بس، ونوفر شوية ونحط شوية زيت صغيرين كده. وبعد كده بنحط معاهم بصلة كبيرة كده لحد ما بتدبل معانا، وكمان معاها قرن فلفل شطة أو وفلفل كمان بارد. بنضربهم في الكبة، وبعدين بنديهم تشويحة كده على النار بسرعة. أول ما يدبل بننزل بالتوابل. التوابل عندنا، أنا عندي هنا مش لازم طبعا نجيب قرفة وليمون المجفف والحاجات دي كلها، لا، ممكن إن احنا بشوية توابل لحمة، مكعب مرق الدجاج، نحطهم على البصلة تتشوح مع البصلة. واللون اللي هو الطعام، فيه لون بيبقى لونه أحمر، بنجيبه من عند العطار كده، بنجيب شوية صغيرين بيقضوا معانا فترة طويلة جدا. وشوية من اللي هي بودرة الزعفران ده برضو بيبقى لون الأصفر، عشان خاطر يديني في الآخر، هتشوفوا لون الرز هيديني لون برتقاني كده جميل. انا بخلط شويه من اللون ده على اللون ده وبحطهم مع التوابل. التوابل طبعا عباره عن توابل لحمه ومكعب مرق الدجاج وشويه من البصل، شوية كمان من البصل البودرة أو التوم البودرة، وشوية من التوم البودرة. وبعد كده بنحط ممكن توابل الفراخ اللي هي بتبقى يعني بتجيبيها جاهزة كده من عند العطار، أو نحط كمان شوية من التوابل اللحمة، أو السبع بهارات زي ما احنا بنسميها، سبع بهارات. وشوية من الملح. كل ده بنديله تشويحة كده مع البصلة. وكمان ممكن نحط كمان فص ثوم مع البصل، بنديله تشويحة على النار مع الزيت والسمنة. وبعد كده بننزل بالرز عشان خاطر ياخد تشويحة كده مع التوابل والبصل وكل حاجة. وبعد كده بنحط بقى الرز البسمتي، بنقلبه شوية مع البصل. وبعد كده بننزل بالمية زي ما انتوا شايفين كده. انا اديته تقليبة كده لحد ما حسيت ان هو خلاص بدأ هيغلي. بعد كده بنروح احنا مش هنسويه تسوية كاملة فوق، لان احنا هندخل كل ده الكلام ده كله هندخله الفرن. زي ما انتوا شايفين السلك اللي انا حطيته على الصينيه ده اللي انا اللي هو بتاع بوتاجاز كان قديم عندي من زمان خالص، فاحتفظت بالسلك عشان خاطر بعوزه في الشوي والحاجات دي. فبيبقى بينفعني الصراحه. صينيه المندي لو هتجيبيها هتخش لها في 500 جنيه. فانا جبت الصينيه الالومنيوم العاديه، وحطيت عليها ورق من الفويل. بعد ما حطيت الرز طبعا والخلطه بتاعته، وبعد كده رصيت على السلك زي ما انتوا شايفين الفراخ. طبعا الفراخ دي انا متبلاها من قبل كده، حطلها بصل بودرة، توم بودرة، وبصلاية كبيرة مفرومة ناعم في الخلاط. بضرب في الخلاط بصل وطماطم وفلفل اخضر وفلفل احمر لو حابة يكون سبايسي شوية، وملح.
وشوية من الزيت، وكمان فصين توم كده، وشوية من اللبن، او علبة زبادي عشان يدي الفراخ يعني طعم كده، وتكون طرية كده وجوسي من جوه. وبنحط لها كمان شوية من الكمون، كزبرة ناشفة، او السبع بهارات، التوابل اللي بتحبيها، وشوية زعتر. الزعتر بيدي طعم وريحة جميلة جدا 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 للفراخ، وشوية بسيطة كده من الروزماري. كل الحاجات دي بنضربها مع بعض في الخلاط مع الطماطم والبصل والثوم والزيت واللي هو اللي قلت لكم عليه، الزبادي او اللبن. وبنحط معاهم معلقه كبيره من الكاري، ونحط عليهم ممكن اللون بتاع الاكل اللي هو اللون احمر، او واللون اللي هو الاصفر، شويه صغيرين كده. كل ده بنضربه مع بعضه في الخلاط، وممكن نحط ورق لورا وحبهان، ورقه لورا واحده بس وفص حبهان واحد. نضرب كل ده في الخلاط، وبعد كده بنروح حاطين فيه الفراخ. الفراخ طبعا بننقعها يا ريت مش اقل من ساعتين. ممكن نحطه في التلاجة ليلة كاملة، ونيجي تاني يوم نعمله، بيبقى طعمه جميل جدا. الفراخ زي ما انتوا شايفين انا رصيتها على السلك، وحطيتها على في الفرن على طول. الفرن بيكون متسخن من قبل كده. وبعد كده رحت حطاها رصا حاطه ورق الفويل، وحطيت بعد كده السلك، ورصيت عليه الفراخ، وحطيت عليه التتبيله بتاعته عشان خاطر ما ينشفش زي ما انتم شايفين. خد تقريبا ساعة ونص في الفرن. طبعا درجة الحرارة طبعا يكون عالية. الرز ما تخافوش مش هيتحرق ولا يجرى له اي حاجة. شايفين ما شاء الله طالع مفلفل. الرز طبعا بيبقى الكمية بتاعة المية بنحطها بتبقى مغطية بشوية كده، عشان خاطر ده بياخد مية شوية عن اللي هو الرز البلدي المصري بتاعنا. زي ما انتوا شايفين الفراخ طالعة جميلة جدا مستوية، لانها واخدة حقها في التتبيلة، وكمان قعدت في التتبيلة فترة، فتلاقوها طرية جدا من جوه، واخدة التتبيلة، وطعمها تحفة تحفة تحفة. جربوها مش هتندموا ابدا. طعمها جميل، حاجة انضف واروع بكتير من بره طبعا، لان احنا عارفين ان دلوقتي ما فيش حد يقدر على يعني تكلفة المطاعم والاكل الجاهز والكلام ده. احنا يا دوب ربنا يعيننا على بيوتنا ان شاء الله، وان احنا نقدر نعمل كل حاجة في بيتنا من غير ما نحتاج ان احنا نجيب اي حاجة جاهزة من بره. زي ما انتوا شايفين الشكل طبعا بيتكلم عن نفسه. كان نفسي تشموا الريحة كده وتدوقوا معانا. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، وبجد هتدعولي، واولادكم هيحبوها جدا جدا جدا. اللي عملنا النهاردة وصفة المندي. وزي ما انتوا شايفين لون طبعا الرز واخد لون حلو جدا. الفراخ شكلها وطعمها جميل جدا جدا. اتمنى تجربوا الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.